في مفارقة غريبة قوي في الطيران. إحصائياً هو أكتر وسيلة سفر آمنة في العالم، بس في نفس الوقت مفيش حاجة بتخوفنا وبتشغل خيالنا قد فكرة إن طيارة تقع. فعلا، كل رحلة ناجحة بننساها، لكن الحوادث حتى لو نادرة جدا بتفضل محفورة في الذاكرة. النهاردة هنغوص في الملف ده بالذات. معنا مصادر متنوعة من تقارير تحقيقات فنية وتقارير تحليلية لحد قوائم تاريخية وقصص اتحولت لأساطير. والمهمة بتاعتنا مش مجرد استعراض قصص مرعبة، الفكرة إننا نشوف الأنماط اللي بتتكرر. بالظبط. في عالم الطيران، الكارثة الكبيرة نادراً ما بتحصل بسبب غلطة واحدة ضخمة، هي في العادة بتكون سلسلة من الأخطاء الصغيرة. حاجات محدش خد باله منها. تماماً، لحد ما الظروف تتجمع في لحظة واحدة غلط وكل حاجة تنهار، زي ما بيقولوا نظرية الجبنة السويسرية. نظرية الجبنة السويسرية دي بداية قوية. طيب، خلينا نبدأ بأول شريحة جبنة وأكبر سبب للحوادث حسب المصادر: العامل البشري أو خطأ الطيار. الأرقام بتقول إن ده مسؤول عن أكتر من نص الحوادث. ده نادراً ما بيكون حقيقي، أغلب الحالات بتكون إن الطيار اتحط في موقف يفوق قدرة أي إنسان على التعامل معاه. زي حادثة طيران إير فرانسوز 407 سنة 2009. بالظبط، دي اللي وقعت في المحيط الأطلسي. المشكلة الأولية كانت ميكانيكية بحتة. اللي هي التلج على الحساسات. أيوة، شوية تلج اتكونوا على أجهزة استشعار السرعة الخارجية، فبقت تدي قراءات غلط للكمبيوتر. هنا الآلة فشلت الأول، لكن الكارثة حصلت بسبب رد فعل الطيارين المرتبك تحت ضغط رهيب. الكمبيوتر فصل التيار الآلي فجأة. وهم لقوا نفسهم بيتعاملوا مع بيانات متضاربة ومش فاهمين الطيارة بتعمل كده ليه. ده مش مجرد خطأ، ده انهيار للمنظومة كلها تحت الضغط. يعني الخطأ البشري هنا كان نتيجة مباشرة لعطل ميكانيكي حط الطاقم في موقف مستحيل. وده ينقلنا بشكل مباشر للسبب التاني في القائمة: الفشل الميكانيكي نفسه، اللي بيمثل حوالي 20% من الحوادث. ودي بقى عالم لوحدها. طبعاً، ممكن تكون حاجة تبان بسيطة زي تجمد الوقود، زي اللي حصل مع رحلة الخطوط البريطانية 38 في 2008. الطيارة كانت بتقرب من مطار هيثرو وفجأة المحركين وقفوا. نيه؟ بلورات تلج صغيرة سدت مجرى الوقود. الطيارين عملوا المستحيل وقدروا يهبطوا قبل المدرج بحاجة بسيطة، ودي كانت معجزة. وفي كمان أعطال الأنظمة الهيدروليكية اللي هي تقريباً العضلات بتاعة الطيارة. واحد من التقارير بيشرح حادثة الخطوط البولندية سنة 2011 لما العجل بتاع الطيارة رفض ينزل تماماً. تخيل الموقف. الطيار اضطر يهبط بالطيارة على بطنها. بالظبط، في مطار وورسو وسط رغوة إطفاء مغطية المدرج. وهنا بتظهر أهمية الصيانة الدورية، بس الأخطر لما يكون العيب أصلاً في التصميم. ودي النقطة الأخطر فعلاً، لأن الصيانة مهما كانت دقيقة مش هتقدر تصلح عيب موجود في تصميم الطيارة من الأساس. ده بيخلي كل الطيارات من نفس الموديل قنبلة موقوتة. مستنية بس الظروف الغلط عشان تحصل الكارثة. تماماً. والظروف الغلط دي غالباً بتكون السبب الثالث: الطقس السيء، اللي بيمثل حوالي 10%. بس زي ما حصل في رحلة إير فرانس، الطقس ما بيكونش هو القاتل المباشر، هو العامل اللي بيكشف كل العيوب المستخبية. يعني بيزود الضغط على الطيار وبيختبر قدرات الطيارة. بالظبط. نادراً جداً ما هتلاقي تقرير حادثة بيقول سبب التحطم هو الطقس وبس. دايماً هتلاقي الجملة دي في ظل ظروف جوية سيئة أدى عطل ميكانيكي إلى رد فعل خاطئ من الطاقم. السلسلة كلها بتكتمل. وفي أسباب تانية نادرة لكنها حقيقية، أشهرها طبعاً حادثة معجزة نهر هاتسن في 2009. كابتن سولي. رحلة الخطوط الأمريكية 1549 بعدها أقلعت بدقائق سرب إيواز كامل دخل في المحركين ودمرهم. هنا مفيش عطأ بشري ولا فشل ميكانيكي بالمعنى المفهوم. ده حظ سيء بحت. لكن اللي حصل بعدها كان بطولة بشرية مطلقة من الكابتن سولي، اللي قدر يهبط بالطيارة في النهر وينقذ كل الركاب 155. وفي كمان الجانب المظلم وهو الأعمال المتعمدة، زي الطيارة الماليزية MH17 اللي تم إسقاطها بصاروخ فوق أوكرانيا في 2014. ودي مقاسي من نوع مختلف تماماً، لأنها بتخرج عن نطاق هندسة السلامة وبتدخل في مناطق النزاعات السياسية. صح. طيب، بعد ما فهمنا المنظومة دي، خلينا نشوف لما كل حاجة بتمشي غلط إزاي الكوارث دي بتغير شكل الصناعة كلها. ونبدأ بالأسوأ على الإطلاق:
كارثة مطار تينيريفي سنة 1977، 583 قتيل. الرقم ده لا يصدق. لا يصدق فعلا، خصوصا لما تعرفي إنها ما حصلتش في الجو، دي حصلت على الأرض. على المدرج. طيارتين بوينج 747 أكبر طيارات في العالم وقتها دخلوا في بعض. القصة كانت سلسلة من الحظ السيء اللي مش ممكن تتخيليه. انفجار قنبلة في مطار تاني خلى كل الطيارات تتحول للمطار الصغير ده اللي هو مش مجهز للزحمة دي أصلا. تماما. وفجأة نزل ضباب كثيف جدا لدرجة إن برج المراقبة ما كانش شايف المدرج، والطيارين ما كانوش شايفين بعض. والمصادر كلها بتركز على سوء التواصل الكارثي اللي حصل، جمل مش واضحة، تداخل في الاتصالات. وطيار KLM اللي قرر يقلع وهو معتقد إنه خد الإذن. وهنا بقى الدرس الحقيقي اللي اتعلمناه من تينيريفي بالظبط. الحادثة دي كشفت عن ثغرة أساسية في ثقافة الطيران وقتها، فكرة إن الخبرة ممكن تغني عن الالتزام بالنص. طيار KLM ده كان كبير مدربي الطيارين في الشركة، أسطورة في مجاله، وده يمكن اللي خلاه يثق في حكمه الشخصي أكتر من اللازم. ويتجاهل شكوك مساعده. الدرس الحقيقي ما كانش بس تغيير كلمات التواصل، لكن تغيير عقلية كاملة وتأسيس مبدأ مقدس في الطيران اسمه إدارة موارد الطاقم، اللي هو CRM. أيوة، المبدأ ده بيقول إنه في كابينة الطيارة مفيش رتب، في إجراءات لازم الكل يمشي عليها، ومن حق أصغر مساعد طيار إنه يعترض على قرار الكابتن لو شايف إنه غلط. يعني الحادثة دي مش بس غيرت القواعد، دي غيرت ثقافة السلطة جوه الكابينة. ده عميق جدا. طيب، لو دي أكبر كارثة من حيث عدد الضحايا، إيه هي الحادثة الأكثر دموية لطائرة واحدة؟ دي كانت رحلة الخطوط الجوية اليابانية 123 سنة 1985، 520 قتيل ونجا 4 بس بأعجوبة. الكارثة دي قصة مرعبة عن إزاي غلطة صغيرة في الصيانة ممكن تتحول لقنبلة موقوتة. إيه اللي حصل بالظبط؟ قبل الحادثة ب7 سنين الطيارة دي عملت حادثة بسيطة وخبطت ديلها في المدرج. شركة بوينج عملت الإصلاح، لكن الفنيين ارتكبوا خطأ فادح في تركيب جزء معدني خلفي. عملوا إيه؟ بدل ما يثبتوه بصفين من المسامير حسب التصميم، ثبتوه بصف واحد. مع كل رحلة إقلاع وهبوط الضغط بيزيد ويقل على جسم الطيارة آلاف المرات، فالجزء ده فضل يضعف سنة ورا سنة. زي ما تكون بتتني حتة صفيح مرة ورا مرة لحد ما تتقطم. بعد 7 سنين وفي نص الرحلة الجزء ده انفجر. والنتيجة كانت كارثية. الانفجار دمر الديل بتاع الطيارة وكل الأنظمة الهيدروليكية. الطيارين فضلوا في الجو 32 دقيقة بيحاولوا يتحكموا في طيارة عملاقة من غير ديل، وده مستحيل علمياً. كانوا بيستخدموا قوة المحركات بس عشان يوجهوها. وفي النهاية الطيارة اتحطمت على جبل. الحادثة دي بقت دراسة حالة أساسية في هندسة الطيران، وهي اللي خلت شركات الطيران تتبنى فكرة الصيانة الوقائية بشكل أوسع، يعني تغيير أجزاء سليمة لمجرد إن عمرها الافتراضي قرب ينتهي عشان نتجنب سيناريو زي ده. والكوارث الكبرى دي ليها أشكال تانية كمان. في تصادم الطيارة السعودية والكازاخستانية في الجو فوق الهند سنة 96، 349 قتيل بسبب خطأ تواصل برضو. وفي حادثة الخطوط التركية 991 لما باب الشحن اتفتح في الجو فوق فرنسا، 346 شخص ماتوا. الحادثة دي بالذات أدت لتغيير تصميم أبواب الشحن في كل طيارات العالم بعدها مباشرة. كل كارثة من دول كانت درس قاسي جدا، لكنها كانت خطوة إجبارية في طريق الوصول للأمان اللي احنا فيه دلوقتي. طيب، خلينا نسيب الكوارث اللي فهمنا أسبابها وندخل في المنطقة الأكثر غموضاً، الألغاز اللي لحد النهاردة مفيش ليها إجابة. وأكيد لازم نبدأ باللغز الأكبر في تاريخ الطيران الحديث، الرحلة الماليزية MH370. 2014. القصة دي بالذات بتخوف. فكرة إن طيارة عملاقة زي دي ممكن تتبخر في الهواء في عصر الأقمار الصناعية دي حاجة لا تصدق. هي فعلا بتكسر كل اللي بنعتقد إننا عارفينه عن التكنولوجيا والمراقبة. طيارة بوينج 777 عليها 239 شخص في رحلة روتينية، فجأة كل أجهزة الاتصال والتعقب اللي عليها اتفصلت، اختفت من على شاشات الرادار. فضلت تطير لمدة 7 ساعات كاملة بعد ما انقطع الاتصال بيها. وعرفنا ده من ومضات أو بينجز إلكترونية بسيطة كان بيبعتها واحد من محركاتها كل ساعة لقمر صناعي، زي الموبايل بتاعك بيبحث عن شبكة. بالظبط كده. الإشارات دي ما كانش فيها أي بيانات عن مكان الطيارة أو سرعتها، لكنها سمحت للمحللين إنهم يرسموا أقواس ضخمة على الخريطة. وده اللي وجه عملية البحث الضخمة للمحيط الهندي.
بنتكلم عن 42 سفينة و39 طيارة بيمسحوا منطقة بحجم البرتغال. والنتيجة كانت 0 تقريباً، باستثناء شوية قطع حطام ظهرت على شواطئ أفريقيا بعد سنين. والفرضيات اللي طرحت كانت زي سيناريوهات أفلام هوليوود: عمل إرهابي، خطف، ولا الفرضية الأكثر إثارة للجدل، انتحار الطيار. المحققين فحصوا جهاز محاكاة الطيران اللي في بيته ولقوا إنه عمل مسار رحلة مشابه جداً للمسار اللي بيعتقد إن الطيارة خدته، لكن برضو ده مش دليل قاطع. ولحد النهاردة اللغز لسه قائم. MH370 بتورينا حدود معرفتنا وتكنولوجيتنا، بتورينا إن بالرغم من كل حاجة لسه في مساحات شاسعة من المجهول على كوكبنا. من لغز حقيقي ومؤلم زي ده، خلينا ننتقل لقصة تانية انتشرت زي النار في الهشيم، بس من نوع مختلف تماماً. قصة الطيارة 914 اللي سافرت عبر الزمن. الأسطورة الخالدة للإنترنت. المصادر بتحكي القصة بتفاصيل درامية جداً. طيارة بان آم أقلعت من نيويورك لميامي سنة 1955 واختفت. تمام. المفاجأة بقى إنها ظهرت على رادار مطار في فنزويلا سنة 1992 بعد 37 سنة. والتفاصيل هي اللي حبك القصة. مكالمة الطيار المرعوب وهو بيسأل إحنا فين؟ والمراقب الجوي خوان ديلا كورتي وهو بيحاول يفهمه إنه في سنة 1992. وإن شركة بين آم أفلست من سنين، وبعدين الركاب بيبصوا من الشبابيك وبيصرخوا لما بيشوفوا الطيارات الحديثة، وفي النهاية الطيار بيقرر يقلع تاني ويختفي في السحاب. وهو بيقلع بتقع منه رزنامة صغيرة على أرض المطار مكتوب عليها سنة 1955. قصة سينمائية متكاملة. بالظبط. وهنا بقى التحليل النقدي في المصادر بيفكك الأسطورة دي حتة حتة. القصة دي مصدرها جريدة تابلويد أمريكية اسمها Weekly World News. اللي هي الجرايد الصفراء دي؟ بالظبط. الجريدة دي كانت متخصصة في فبركة الأخبار الغريبة والمثيرة، زي أخبار عن طفل له رأس خفاش أو تم العثور على جنة عدن. كانت النسخة المطبوعة من نظريات المؤامرة على يوتيوب دلوقتي. يعني القصة كلها متألفة؟ من الألف للياء. هم نشروها أول مرة سنة 1985، وبعدين بذكاء شديد أعادوا نشرها تاني سنة 1992 بتفاصيل جديدة عشان تواكب التاريخ الجديد. عشان تبان حقيقية. عبقريتهم كانت في خلط الواقع بالخيال. استخدموا اسم شركة طيران حقيقية كانت موجودة ومسار رحلة منطقي، وأضافوا تفاصيل زي اسم المراقب الجوي عشان يدوها مصداقية. وللأسف نجحوا. القصة انتشرت بشكل فيروسي لدرجة إن ناس كتير لحد النهاردة مصدقين إنها حقيقية. بالظبط. هي تعتبر دراسة حالة في إزاي الأساطير الحديثة بتتولد، وإزاي المعلومة الغلط ممكن تسافر أسرع وأبعد من الحقيقة. طيب، في نهاية رحلتنا دي لو حبينا نلخص أهم الأفكار، ممكن نقول إن حوادث الطيران نادراً ما بتكون بسبب عامل واحد، لكنها سلسلة من الأخطاء، وإن الكوارث الكبرى زي تنيريفي والخطوط اليابانية كانت هي المحفز الأكبر لتطوير معايير السلامة. صح. وفي النهاية في قصص بتفضل ألغاز مفتوحة زي MH370، وقصص تانية بتتحول لأساطير شعبية بتكشف أكتر عن طبيعتنا إحنا كبشر. وهنا ممكن نختم بفكرة أخيرة. على الرغم من كل القصص المرعبة اللي حكيناها النهاردة، الحقيقة الثابتة هي إن الطيران بيفضل الوسيلة الأكثر أماناً للسفر. الأمان ده ما جاش من فراغ. ده اتبنى حرفياً على حطام المآسي اللي استعرضناها. تماماً. كل حادث مهما كان صغير بيتم تشريحه وتحليله لأدق التفاصيل لمنع تكراره. بطريقة ما، كل ضحية من ضحايا الحوادث دي ساهمت بدون ما تقصد في إنقاذ حياة ملايين الركاب اللي سافروا بعدهم. المآسي الكبرى هي اللي بتؤدي لأكبر قفزات في الأمان، وبتحول الكارثة لخريطة طريق لمستقبل أكثر أماناً في الجو.